السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ معاكم منوعات دود ابراهيم. هنعمل النهاردة زي ما احنا شايفين فطير بالعجوة. وقبل أن نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. هنجيب بولة معاها معلقتين سكر، معاها خميرة فورية زي ما احنا شايفين، معاها كمان معلقة خل بيضة واحدة بس. وهنقلب المقادير دي عشان الخميرة بتاعتنا تتفاعل. وهنقل بعد كده، وطبعا الفانيليا اساسي، طالما حطيت بيضة لازم تحط فانيليا مع الخل كمان. معاهم نص كوباية زيت على معلقة سمنة، وممكن زيت بس زي ما تحبي. وهننقل المقادير دي في قلب بولة العجن، ممكن تعجنيه على ايدك. وادي الخل اهو، الخل اساسي عشان بيدي هشاشة للعجين، زيها زي اي معجنات او كيكات لازم تحط معلقة الخل. هنعمل النهاردة طبعا بالعجوة، والعجوة مهمة جدا، تحد من تسوس الأسنان نظرا لأنها تحتوي على الفلور، تخفيض الكوليسترول في الدم. تمر العجوة غني بالحديد ويعالج فقر الدم، علاج تساقط الشعر، علاج طبيعي وفعال لفقدان الشهية. للمرأة الحامل لها فوائد كبيرة العجوة، تسهيل عليها الولادة، الوقاية من تصلب الشرايين، تحد من تراكم السموم في الجسم. زي ما احنا شايفين نقلنا في قلب البولة بتاعة العجن. وهنحط كيلو الدقيق بعد ما طبعا نخلناه. كل ما تنخلي الدقيق كل ما يكون افضل، يديك عجينة هشة وجميلة. ما يحمله من بركة في الحديث الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، بيقوي المناعة، الحماية من السرطان، تحسين الهضم، الوقاية من فقر الدم، صحة العظام، غني بالفيتامينات. زي ما احنا شايفين حطينا الدقيق، وهنحط مية فترة. وطبعا المية دي تبع كل دقيق له ميته، بيختلف من دقيق لدقيق. ما تلاقيها خلاص يعني بقت جميلة معاك وبتمط خلاص زي ما احنا شايفين اهي، وسيبناها تستريح وعلت واختمرت، وبدأنا نشتغل فيها تاني. بنعمل بقى اشكال زي ما احنا شايفين، ونبطط العجوة جوه. هنوريكم الشكل دلوقتي. حطينا اهو العجوة، وابدأ اقفل عليها من كل الجناب زي ما احنا شايفين، وبعدين نحطها في الصينية. هنعمل معاكم تاني. تمر العجوة غنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة الفوسفور والكالسيوم. إضرار حليب الثدي، تحسين صحة الدماغ، الحماية من أمراض القلب، تحسين النظر والحفاظ على صحة العيون. العجوة مصدر للطاقة. نواة التمر له فوائد كمان، حتى النوى بتاعها له فوائد. فمسحوق النوى لعلاج انسداد الشرايين والحماية من النوبات القلبية، بتقتل الديدان المعوية لو على غير ريق كمان. فوائد تمر العجوة على الريق: يساعد في تعويض الطاقة اللي بيحتاجها الجسم،
بيعزز الهضم. والعجوة على الريق مكافحة الإمساك لأنها بتسهل عملية الهضم بشكل جيد، ومنع مشاكل الجهاز الهضمي، وتوفير الطاقة لأنها غنية بالكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، وهذا يجعلها مصدر جيد للطاقة. وتعويض الطاقة بعد الصيام الليلي خصوصا في الصيام، تساعد في تعزيز الهضم ومكافحة الإمساك، منع مشاكل الجهاز الهضمي، تحتوي على مضادات أكسدة ومواد مضادة للالتهاب، تساعد في تعزيز الجهاز المناعي، تناولها يساعد في تخفيض الكوليسترول في الدم وتحسين صحة القلب وتنظيم مستوى السكر في الدم طبعا. بالنسبة للعظام تحتوي على معدن البوتاسيوم والمغنيسيوم لصحة العظام والعضلات. زي ما احنا شايفين بعد ما خلصنا وحشينا كل واحدة بالعجوة، ببدأ بضغط عليها بالسكينة كده عشان ما تعلاش، ومع ذلك برضو هتبص تلاقيها برضو ايه كانت هشة وجميلة ومرتفعة. بالنسبة للحامل منع نقص الحديد، فالحامل تحتاج إلى كميات من الحديد لدعم نمو الجنين. وبالنسبة لمريض السكر ارتفاع نسبة السكر الطبيعي ببطء، معادن وفيتامين ب وبوتاسيوم ومغنيسيوم وحديد، وهي مفيدة لصحة الجسم بشكل عام. هكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، بحطها أنا قبل الأخير مش تحت خالص، هتستوى من تحت، وبعدين هطلعها بعد كده بعد ما تاخد لون من تحت واستوت، هطلعها في الشواية بتدي اللون بتاعها اللي هتشوفوه دلوقتي. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو وصلت معايا للنقطة دي ما تنسينيش في اللايك، لأن اللايك بيرفع الفيديو ووصل لأكبر عدد من الناس. بشكر كل اللي بيدخل عندي، بشكر كل اللي بيكتب لي تعليق ولو حتى بسيط. بحبكم كلكم وبتمنى لكم الخير دايما. يا ريت ما تنسوش قناتي على اليوتيوب منوعات دودو إبراهيم، التيك توك والانستجرام والتويتر والفيسبوك منوعات دودو إبراهيم. بتمنى لكم كل خير وصحة وسعادة، وإلى اللقاء مع فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.